فوق شويه فوق. ايوه بريمير كامبيوناتو مونديال دي فوتبول. اوعى يا عم موسى، اول بطوله لكاس العالم. تعالوا نشوف شعارات المونديال من اول ما بدا ونشرحها. اصل بالمناسبه انا ليا في الفن برضه شويه كده. اوروجواي 1930 ما كانش لسه فيه لوجو، كنا لسه على الحميد المجيد، كانت لسه نظام البوسترات. التصميم هنا اعتمد على فن الديكو، بكلمك على سنك فان جوخ، خد بالك يعني. الفن ده اللي كان مسيطر في فتره الثلاثينات. زي ما انت شايف حارس بيصد كره صعبه في الزاويه 90، دليل على صعوبه واهميه البطولات. بيوناتو مونديالي دي كاتشيو. ايطاليا 1934. بص معايا على ضخامه اللاعب اللي لابس تيشيرت الاتزوري. كان الاسلوب متبع ان اللاعب مش اي لاعب وان البطوله مهمه، وطبعا اسم ايطاليا مكتوب بخط عريض عشان يبين القوه المختلفه اللي بنشوفها في كل حته في التصميم. والرقم الروماني ده معناه 12، ودي كانت السنه ال 12 من العهد الفاشي في ايطاليا. والشعار اللي موجود على التيشيرت ده شعار العيله الملكيه وقتها، كوبي دو. لا بهزر، هم كانوا جملتين وعدوا على خير الحمد لله. فرنسا 1938. الاسلوب كان بسيط جدا، انت عايز ايه؟ كره ارضيه عليها لاعب حاطط رجله على الكوره، ومعناها ان كاس العالم عندنا رجاله وان احنا مستضيفين العالم كله ومسيطرين، والكوره مش محطوطه كده وخلاص، دي محطوطه بالظبط على مكان فرنسا في الخريطه. نيجي بقى للبرازيل 1950. ودي كانت من احلى الشعارات اللي انا بحبها، رجل واحده بتشوط الكوره. بعد توقف المونديال 12 سنه بسبب الحرب، مرسوم عليها اعلام الدول كلها للمشاركه، رساله واضحه للسلام والوحده العالميه. والالوان الزاهيه كانت بتدل على عوده الحياه من جديد بعد الحرب. وعنوان البوستر العالم عاد يلتقي من جديد عبر كره القدم. وفي سويسرا 1954 حطوا رمز البلد في قلب الكره الارضيه، كان معناها يلا العالم كله هيجتمع هنا في سويسرا. ولو بصيت معايا في الدايره الحمراء هتلاقي ان هي متقسمه خياطه الكره الجلد القديمه. 3 لغات حوالين الشعار، المانيه وفرنسيه وايطاليه، لان سويسرا بتتكلم ال3 لغات دول. يعني المصمم دمج الكره الارضيه مع العلم مع الكوره. السويد 1958 كره متشاطه كانها نايزه، والوان علم السويد كانت المتلون بيها البوست. والتصميم كان جاي فكرته من سباق الفضاء اللي كان ما بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحده الامريكيه، واللي كان بدا في اطار الحرب البارده. كانوا عايزين نتكلم على التوقعات. توقعات ايه؟ شفتوا توقعات؟ ده الجزء الاول، وانتظر اجزاء ثانيه لان في حكايات جامده جدا.